فعشان كده زي ما انت بتركز في شغلك في الشركه، لازم تركز كمان في وقت من الاوقات ان انت تفكر بطريقه استراتيجيه. انت عايز تعرف مين ومين اللي لازم يعرفك، وتقوي علاقاتك بالناس دي وتعرف عليهم ازاي. ما ينفعش ان انت تحط نفسك كده ايه، زي ما بنقول في مصر، في اللي انت قاعد بقى ايه، خلاص الكيوبيكل بتاعتك او الحته اللي انت قاعد فيها بتشتغل، وعمال بقى تشتغل طول الوقت طول الوقت. الحمد لله انا عملت اللي عليا. هو طبعا الحمد لله، بس لو انت متخيل ان هو ده السبب الاساسي اللي هيخليك ترتقي وظيفيا مثلا، او تعلى في المسار الوظيفي بتاعك، يبقى انت غلطان. ولو عايز تعرف اكتر عن الموضوع ده، هتلاقيني تقريبا عملت حلقه قديمه، هحط لك اللينك بتاعها هنا فوق. تمام؟ فارجوك كرس جزء كبير من وقتك، مش جزء قليل، لا جزء كبير. يعني مثلا ممكن يكون تركز في شغلك مثلا ليتس سي 50 ل 50، 50% بتركز في شغلك، 50% بتبني علاقات جديده وبتفكر باستراتيجي. تمام؟ او يا سيدي بلاش 70 ل 30، 70% انت مركز في شغلك، و30% انت عايز تعرف